ده قذافي، واعتقد معظمكم عارفينه، ولو ما صادفش ان انتوا سمعتوا عنه قبل كده فهو سفاح، بس مش اي سفاح كده والسلام، ده سفاح ب10 ارواح. زمانك بتقول جرائل عقلك يا استاذه، ازاي يعني بني ادم عايش ب10 ارواح؟ هرد عليك واقولك ده والله نفس اللي اثار فضولي، عشان كده قررت انا ويارا صاحبتي نستدعي روح المحقق كونان اللي جوانا، وجبنا لكم اصل الموضوع من طقطق لسلام عليكم. والحقيقه الموضوع تفاصيله تشيب الراس. بص يا سيدي، قذافي أو سفاح الجيزة زي ما هو كان مشهور كان مجرد موظف عادي في بداية حياته، ولأن العيشة ما كانتش أحسن حاجة قرر إنه يشوف شغلانة تانية يشتغلها عشان يحسن من حالته. وفعلا اشتغل في العقارات وبدأ يكسب منها كتير قوي، ده اللي كان واضح قدام الناس. بس الحقيقة إن مصدر رزقه الحقيقي كان من الجواز، لأن كانت هوايته المفضلة يتجوز ويطلق وينصب على الجنس الناعم في حياته. فلما لقى ان القصة دي حلوة والدنيا زهزهت ليه، قال وانا ايه اللي يجبرني على غلب الوظيفة، وراح سابها خالص وركز في العقارات. الستات يعني، ركز معايا كده امال. بس طبعا في السكرتة قدام الناس الدنيا زهزهت مع قذافي، فقالوا ليه يا ابني جرب حظك تاني في الجواز وكمل نص دينك. اصله كان معرفهم انه ما اتجوزش غير مرة واحدة، وفعلا اتجوز من بنت اسمها فاطمة الزهراء، والحمد لله باسمه الحقيقي المرة دي. بس زي ما انتوا عارفين جوازته دي ما كانتش الأولى ولا حتى الأخيرة، ده في جوازات كتير ليه وبأسامي مختلفة كمان. ومن هنا بقى هيبدأ الإجرام. اللي فات ده كان مجرد نصب بس. قذافي أو سفاح الجيزة كان على علاقة بنادين أخت فاطمة الزهراء قبل ما يتجوزها. طبعا نادين لما عرفت إن قذافي عايز يتجوز أختها قررت إنها تظهر وشه التاني لأهلها، ولأن ده كان بيهدد قذافي فبدأ يفكر ازاي هيخلص من مصدر القلق ده بالنسبة له، وجاب فكرة بره الصندوق خالص. ده استخدم حب نادين في التمثيل في انه يخلص عليها. في الأول أهل نادين كانوا رافضين ان بنتهم تمثل، وقالوا احنا ما عندناش بنات تمثل، وده كان سلاح قذافي الوحيد عشان يستر على نفسه. عشان كده ما يأسش وجاب ليها منتج سوري في بيت أهلها، ومن هنا أهلها فكروا ان بنتهم خلاص دخلت عالم الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها، ووافقوا فعلا على سفرها. ومع سفر نادين ده اختفت فعليا عن أهلها، بس فضلت على تواصل معاهم بشوية رسائل من غير ما يكونوا بيسمعوا صوتها. ولأن قذافي كان حلقة الوصل بين المنتج ونادين قرر أهلها إن هم يوصلوا ليها من خلال قذافي. بس قذافي بدأ يتهرب منهم، لأنه في الفترة دي أصلا كان قتل نادين وخلص عليها، والكلام ده حصل في سنة 2015. وبالمناسبة دي كانت أول جريمة لقذافي في تاريخه الإجرامي. قذافي ما اكتفاش بنادين، ده كان ليه واحد صاحبه اسمه المهندس رضا، وكان عايش برا مصر، فأقنعه إن الاستثمار العقاري مربح جدا ودخل معاه بيزنس. وبعد ما مر 3 سنين ورضا بيحول فلوس لقذافي وصلت ل3 مليون جنيه من غير مقابل، حس إن في حاجة غلط فنزل مصر عشان يشوف في إيه. طبعا قذافي كان ذكي جدا وحبك الحكاية وراح استقبله في المطار، واستقبله في شقة من شققه اللي اشتراها باسمه، وعزمه كمان على أكلة كشري. لكن أكلة الكشري دي كانت الأخيرة لرضا لأن كان فيها سم. ولما رضا بدأ يحس بأعراض التسمم لحقه قذافي وقعد يضربه على راسه بحديدة لحد ما اتأكد إنه مات، وحطه في شنطة كبيرة ونقله من الشقة اللي كانوا فيها لشقة تانية خالص. وعشان يبعد عن نفسه أي شبهات بلغ أهله إنه قعد معاه وقعد يدور مع أهله عليه، قصة ولا في المسلسلات طبعا. وكحيلة قذافي الشهيرة بعت رسائل لأهل المهندس رضا وكأنه رضا يعني، وقال لهم إن هو مش عارف يوصل ليهم لأنه اتخذ في مظاهرة والأمن مسكه ومش عارف مترحل رايح فين وجاي منين. وعدى 5 سنين على الحال ده. قذافي كان جرب يقتل مرتين، وفكرة إنه يخفي جثة كانت سهلة بالنسبة له، عشان كده افتكر أزمته مع مراته الأولى فاطمة زكريا، واللي حصلت بسبب إنها شافت عدد كبير من البطايق فيها صورة قذافي لكنه اسمه كان متغير. وهنا هددته إنها هتبلغ عنه لأنها شكت إنه نصاب، فعمل نفس اللي عمله مع المهندس رضا معاها وقال لها انت هتوجعي دماغي ولا ايه، وراح قطعها لأجزاء صغيرة بعد ما سماها وجمد جسمها ودفنها في شقة المهندس رضا. وعشان يسبق الحكاية راح لأهل مراته وقال لهم ده بنتكم سرقتني وهربت ومش عارف عنها حاجة. ولأن ده شيء مش مقنع بالنسبة لأهل مراته الأولى فراحوا عملوا بلاغ بيتهموا فيه قذافي إنه السبب الأول في اختفاء بنتهم. وبعد ما دفن 2 في الشقة قرر إنه يجددها ويأجرها، وفعلا عمل كده وأجرها لناس عاشوا فيها 4 سنين.
من غير ما يكونوا عارفين إن فيها 2 مدفونين. قذافي كان زهق من جو القاهرة وكان معاه توكيل من المهندس رضا، فقرر إنه يبيع ممتلكاته في سنة 2017، وفعلا باع كل حاجة وسافر لإسكندرية. ومش كده وبس، ده راح بعت رسالة لأهل المهندس رضا بيقول لهم اطمنوا عليا، أنا لسه مقبوض عليا بس مش عارف بترحل وبروح على فين. في نفس الوقت اللي اتبعتت فيها الرسالة، المحامي عارف إن ممتلكات المهندس رضا كلها اتباعت. طبعا المحامي شك في الموضوع وقال إن أكيد في حاجة مش مظبوطة، عشان كده راح يعمل بلاغ بيقول فيه إن قذافي هو السبب الرئيسي في اختفاء المهندس رضا. ولما عمل البلاغ اتفاجئ إن قذافي مرفوع عليه قواضي نصب بالهبل. في الوقت ده قذافي كان أمن نفسه ورايح جاي باسم المهندس رضا وبأوراق بتثبت ده، ولأن الاسم الجديد كان لزومه عروسة جديدة، اتعرف قذافي على بنت اسمها ياسمين وبدأ يقنعها بأنه يستثمر فلوسها ووعدها بالجواز. وبعد فترة زهقت ياسمين من كذب قذافي وإن مفيش عائد مادي من الفلوس اللي بتديها ليه، فطلبته يرجع ليها فلوسها. فقال لها إنه معهوش فلوس كاش ولكن ممكن تاخد أجهزة كهربائية بقيمة المبلغ ده، وطلب منها إنها تيجي على المخزن واللي كان في العصافرة بالليل. ولما راحت ليه ضربها على راسها وقتلها ودفنها في حفرة. ولأنه أخفى جثتها كويس قوي، ياسمين اتنست ومحدش خد باله من حاجة. ولأن قذافي ما كانش بيضيع وقت، قرر إنه يتجوز من دكتورة اسمها نهى، كانت من عيلة غنية جدا، بس الجواز ده ما استمرش كتير وطلبت الطلاق وهو وافق. بس روح الانتقام كانت مالية قذافي، فقرر إنه ينتقم منها بس بطريقة كرياتيف شوية، وراح لابس نقاب وخطف رجله على شقة حماته وحماه في نفس الوقت اللي هم مش موجودين فيه، وسرق كل الذهب اللي هناك والفلوس طبعا. عشان كده كان هو المتهم الأول في الواقعة دي. بس أنا قلت ليكم قذافي كان عايش ب10 أرواح، فاللي حصل إنه غير اسمه خالص وبقى اسمه محمد مصطفى وبشكل رسمي. ولأن الاسم الجديد يلزم ليه عروسة جديدة، اتعرف على واحدة اسمها مي، وعشان يزغلل عينيها قرر إنه يبيع كل الذهب اللي أخده منها. وفعلا اتباع الذهب أول مرة عادي ومحدش شك في حاجة، لكن تاني مرة بقى لما جه يبيعه وبكمية كبيرة للناس، الناس شكت فيه، خصوصا إن كان متبلغ على فقدان الذهب ده وبكل تفاصيله. فالراجل صاحب محل الذهب بلغ الشرطة فورا، فطلبت منه إنهم يعطلوه. وفعلا اتقبض على محمد مصطفى واللي كان منتحل شخصية المهندس رضا في اسكندرية، واللي هو بالمناسبة أصلا قذافي، واللي عليه قضايا نصب بالهبل. ولما قذافي لقى إن كل حاجة اتكشفت خلاص قال ما بدهاش بقى، فقرر إنه يعترف بكل جرايمه ويقول على الأماكن اللي كان دافن فيها كل ضحاياه. وزي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام سفاح محترف بضمير، بعد ما قتل مرة عجبه الموضوع وقرر يتبع استراتيجية الراجل اللي على حق، ما يقولش للكيف لأ،